خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إلى غزوة تبوك. يروي لنا هذه الحكاية ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لما صار آخر الليل قمت من النوم فنظرت إلى فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فوضعت كفي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بارد. قال: فنظرت إلى فراش أبي بكر فلم أجده، ثم نظرت إلى فراش عمر فلم أجده. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإذا بنور في آخر المخيم. قال: فذهبت نحو ذلك النور وإذا بحفرة قد حفرت، وإذا بقبر، وإذا بميت قد سجي في الكفن، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل إلى القبر، وإذا بأبي بكر وعمر حول القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر ولعمر: دليا لي صاحبكما، أي أنزلا لي صاحبكما. قال: فلما أنزلاه قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذرفت عين الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إني أشهدك أنني أمسيت عنه راض فارض عنه. اللهم إني أشهدك أنني أمسيت عنه راض فارض عنه. قال: فلما انتهوا قلت: من ذلك الرجل الذي رضي عنه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لي: إنه أخوك عبد الله ذو البجادين مات في آخر الليل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله وددت يومها أنني أنا الميت، وددت والله يومها أنني أنا الميت مكان عبد الله ذو البجادين. أيها الأحبة الأكارم، لو نظرنا إلى هذه الحياة الدنيا، لو أنها خلدت لإنسان لخلدت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تخلد لأعظم البشر، فكيف ستخلد للبشر؟ هكذا الدنيا أيها الكرام، هكذا الحياة. اليوم يقال لك مبروك ما جاك، وغدا يقال لك أحسن الله عزاك. هكذا الدنيا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس من حولك يضحكون، فاعمل ليوم إذا ما مت فيه كنت أنت الضاحك المسرور. هكذا الحياة. اليوم نودع غدا سنودع، اليوم نبكي غدا سنبكى، اليوم نحزن غدا سيحزن علينا، اليوم نودع غدا سنودع، اليوم نبكي غدا سنبكى، اليوم ندفن غدا سندفن، اليوم نشيع غدا سنشيع، اليوم نحمل غدا سنحمل. هكذا الحياة أيها الكرام، هكذا الحياة. كم عاش نوح عليه السلام؟ كم عاش؟ بعد هذا العمر يسأل: كيف مضى عمرك؟ قال: كأنني دخلت بيت فدخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. هكذا الحياة أيها الكرام، هكذا الدنيا. العمر يمضي ودنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا إلى يوم الحساب. أيها الكرام، والله ليس هناك أمر تربي به النفس كلما مالت بك الحياة، وكلما أرادت هذه النفس أن تأخذك إلى الكبائر وإلى المعاصي أدبها بالموت، أدبها بالموت. لما عرضت جنازة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فوقف عمر خطيبا على المنبر على الجنازة
ما تكلم عمر الكلام الكثير، لأنه ليس هناك عبرة أعظم من أن ترى ميت أمامك وأن تعلم أنه رحل عن هذه الحياة، ورسالة الموت ليست للأموات فهم رحلوا، رسالة الموت هي للأحياء، أنهم هم غادروا ونحن سنغادر. فوقف عمر وقال: كفى بالموت واعظا، ونزل عمر عن المنبر. فقط عمر قال: كفى بالموت واعظا. اي والله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي بنا، قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. لماذا انتشرت المعاصي؟ لماذا انتشرت الكبائر؟ لماذا انتشرت المعاصي؟ لماذا هذا يتجرأ على القتل؟ لماذا هذا يتجرأ على أكل الربا؟ لماذا هذا يتجرأ على أكل الميراث؟ لماذا هذا يتجرأ على أكل مال اليتامى؟ لماذا يتجرأ هؤلاء على السب وعلى الشتم وعلى الغيبة وعلى النميمة؟ لماذا يتجرأ عباد الله على التجبر في الأرض والتجبر على عباد الله؟ إلا لأنهم لم يتذكروا الموت. ولو أنهم تذكروا أن هذه الحياة ستمضي، وأن شمس الحياة عما قريب ستغرب، وأننا كلنا جنازات مؤجلة، كلنا جنازات مؤجلة، وكل يوم كل واحد منا قد يمر في ذكرى وفاته وهو لا يدري. أين الذين مضوا؟ أين الذين مضوا؟ ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. قال الحبيب: وكيف لي أرد جوابك وأنا رهين جنادل، أكلت تراب محاسني فنسيتكم. أين المعظم وأين المحتقر؟ أين المعظم وأين المحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. هكذا أيها الكرام، هكذا تمضي الحياة. فالكيس والله أيها الكرام من دان هذه النفس وعمل لما بعد الموت. والله إن العاقل فينا من اشتغل بعيبه عن عيوب الناس. والله إن العاقل فينا من اشتغل بعيبه عن عيوب الناس، من نظر إلى معاصيه، من نظر إلى ذنوبه، من أصلح ما بينه وما بين الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الكرام الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل إلى السماء، فماذا كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي يعلم أنه لو أراد البقاء في الدنيا فلا بد أن يأتي يوم ويرحل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فاختار الحبيب صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، لأنه يعلم أن هذه الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة. وهو الذي اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما، وهو الذي دخل عليه عمر ورآه متوسدا على الحصير، وقد علم الحصير في ظهر وفي جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر ينامون على أسرة من ذهب ومن فضة، وأنت تنام على الحصير وقد علم في جنبك يا رسول الله. ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، ما أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم الدنيا، وما كان تفكير النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بل جاءه جبريل قال: يا محمد، أجعل لك بطحاء مكة ذهبا وفضة، أي أجعل لك صحراء مكة ذهبا وفضة. اليوم الواحد منا يهزم عند أول اختبار في المال، اليوم الواحد منا يهزم عند أول اختبار في شهوة أو في فتنة أو في معصية أو في مغريات من مغريات هذه الحياة الدنيا. يا محمد، أجعل لك بطحاء مكة ذهبا وفضة. قال: لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما. فإذا جعت صبرت، وإذا شبعت شكرت. علم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لا تدوم لحي،
علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ستمضي وأننا كلنا سنرحل عن هذه الحياة. فالواحد منا اليوم يأتي إلى الحياة، فأول ما يأتي يستلم شهادة الميلاد، ما هي والله إلا لحظات ويستلم شهادة الوفاة. وما بين شهادة الميلاد وشهادة الوفاة ما قدمنا لله سبحانه وتعالى. المال يفنى، والألقاب تدهى، والأوسمة تزول، ولن يبقى والله لنا إلا دمعة نزلت صادقة في ظلام ليل بين يدي الله عز وجل. والله لن تبقى لنا إلا ركعة ركعناها لله، والله لن تبقى لنا إلا سجدة سجدناها لله، والله لن تبقى لنا إلا ليالي ختم القرآن. هذه التي ستبقى. اذهب إلى المقابر واسأل أهل المقابر ماذا تتمنون؟ فيهم الملك والمملوك، فيهم الرئيس والمرؤوس، فيهم الوزير والموزور، فيهم الفقير والغني، فيهم الذكر والأنثى، فيهم الصغير والكبير. كل هؤلاء اجتمعوا على أمنية واحدة. قد تتفرق الأماني في الحياة ونحن أحياء، قد تتفرق الأماني. هذا يريد عمارة، هذا يريد سيارة، هذا يريد لقب، هذا يريد رئاسة، هذا يريد مال، هذا يريد قطعة أرض، هذا يريد زواج، هذا يريد وهذا يريد. الأماني ونحن أحياء تتفرق. أما في المقابر فما اجتمع أهل المقابر إلا على أمنية واحدة، وهي الرجوع إلى الدنيا. وما الرجوع إلى الدنيا؟ وما الرجوع إلى الدنيا؟ هل يتمنى الملك أن يعود إلى الدنيا ليكمل حكمه؟ أو يتمنى الغني أن يعود ليجمع بعضا من المال؟ أو يعود التاجر ليكمل تجارته؟ لا والله، كل هذه الأماني التي هي أمنيات الأحياء قد انقطعت عند أهل المقابر. ووالله لا يتمنى أهل المقابر إلا دقيقة من دقائق الحياة.